أمور إذا سويتها استجاب الله دعائك في يوم عرفة. ركز معي. أولا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء محجوب ما لم تصلوا علي. ينحجب الدعاء إذا ما صليت على النبي عليه الصلاة والسلام في دعائك. الحاجة الثانية: لا تبدأ دعائك إلا بعد ما تحمد الله. اللهم أنت نور السماوات والأرض. الله يحب المدح، الله يحب الثناء سبحانه وتعالى. إذا تبغى الشيء اللي تحبه من الله، خل الله يشوف الشيء اللي يحبه منك ومن لسانك. الشيء الثالث: اللهم إني أسألك أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سأل به أعطى. ومن الأمور اللي تعين على إجابة الدعاء دعاء أم سليم لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله علمني على دعاء يستجاب بعدها. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: سبح الله 10 واحمديه 10 وكبريه 10، فإنه يقول الله جل جلاله: قد فعلت قد فعلت. فقبل ما تدعي قول هذا الذكر 10 10 10. وأخيرا أنك تظن داخليا أن الله بيستجيب دعوتك. الله جل جلاله اللي شق البحر لموسى، الله جل جلاله اللي أنقذ يونس من الحوت، الله جل جلاله اللي أوجد عيسى بدون ما يكون عنده أب، الله جل جلاله الذي إذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون. فعيب أن نتعامل مع الله أن يا أخي هذا شيء عظيم كيف يستجيبه الله؟ الله أعظم منه، الله جل جلاله أعظم منه. فادعو الله عز وجل وأنت متأكد أن الله بيحقق دعوتك، وأن الله بيجيبها، وأن الله بيحطها قدام وجهك. وترى مو شرط أنك تدعي بالفصحى، ادعي بالعامية، ادعي بلهجتك. الله يفهم كل شيء، الله عز وجل يدلنا عن اللي في خاطرك. لا تنسون أخوكم طارق العمري من دعائكم، ضموني بين دعواتكم. أسأل الله أن يحرم وجيهكم عن النار. قولوا آمين. حي والله عينكم.